لا، قولي لي الملاية وانا اروح اشوف الموضوع ده. مقولة بنسمعها كتير في الافلام المصرية القديمة. تعالوا احكي لكم قصة الملاية اللف. طبعا دلوقتي محدش يعرف الملاية اللف غير اللي بيروح شارع المعز ويقرر ان هو يتصور صورة تاريخية بأزياء مصر التاريخية، فبتلبس البنات الملاية اللف. وطبعا من ضمن الاكسسوارات الأساسية هي البرقع أو اليشبك والخلخال. رجع أصل ملاية اللف إلى الرومان اللي اتنقلت بعد كده إلى شعوب البحر المتوسط ومنها إلى الإسكندرية. من الإسكندرية انتشرت في مصر كلها وأصبحت الزي الرسمي للفتاة والسيدة المصرية في النص الأول من القرن الماضي. ومع بداية ثورة 52 ابتدت تقل استخدام العبايات لحد ما اندثرت تماما ومبقاش حد بيلبسها دلوقتي. طبعا للي ما يعرفش الملاية اللف فهي عبارة عن حتة قماش سودا كبيرة بتتلف على الجسم بشكل معين وبتطلع على الراس. وكانت بتميز الملاية اللف للسيدات والفتيات هو اللون الاسود او درجة السواد اللي موجودة. فهنلاقي ان السيدات كانت بتستخدمها الاسود المط، لكن الفتيات الصغيرة كانت بتستخدمها الاسود اللي بيكون فيه لمعة. وكانت ساعات الفتيات الصغيرة تبتدي تضيقها شوية من عند الوسط عشان تعمل شيب لجسمها، لكن السيدات المتزوجات كانت بتلفها عادي وبترفعها على الرأس. نلاقي كمان ان طريقة لف الملاية كانت بتختلف من بنات بحري عن بنات الصعيد، فنلاقي ان بنات بحري كانت بتأثرها شوية. وطبعا من ضمن الاكسسوارات الأساسية اللي ارتبطت بالملاية هي اليشمك أو البرقع والخلخال. هنلاقي في العصر العثماني كان في خان مخصص لبيع ملايات اللف، وكمان بيكون معاها الاكسسوارات بتاعتها اللي قلنا عليها. بس العجيب والغريب بقى ان ملايات اللف ما كانتش بتستخدم في اللبس بس، ده كان كمان بتدل على نوع الخناقه. يعني الست لو كانت بتتخانق وابتدت تلم العبايه وتلفها على دراعتها وتبتدي تشوح بيها بالشكل ده، فمعنى كده ان هي بتتخانق خناقه على السريع. لكن لو قررت ان هي تفرش الملايه على الارض، اعرف ساعتها ان الخناقه مش هتخلص بالسهل. ومن هنا جت مقولة هفرش لك الملاية. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي.